الحر طبعا انتوا عارفين الحر عامل ايه، وطبعا يعني ربنا رب يسترها علينا جميعا. درجات الحراره المرتفعه والحر الجامد والموجه الحاره دي طبعا الفتره الجايه ربنا يكرمنا بشهر رمضان الكريم، ويكون درجات الحراره فيه ان شاء الله تكون افضل من درجات الحراره المتواجده دلوقتي، والموجه الحاره اللي بتضرب البلاد بالكامل. كلام كتير جدا والرسائل اللي موجوده والكومنتات على صفحتنا على الفيسبوك، يعني كلام مهم جدا بينحصر في 4 لعيبه بشكل كبير، وبنحصر بين 2 لعيبه الناس كلها بتتكلم، يعني احمد الشيخ و طبعا صالح جمعه. ايه اللي هيحصل مع ال2 لعيبه دول يعني بالتحديد؟ انا بقول لكم، يمكن قلت لكم قبل كده في حلقه هنا، قلت لكم لو تريزيجيه هيرجع كان هيبقى في تفكير في اعاره احمد الشيخ. حتى هذه اللحظه لا يوجد تفكير في اعاره احمد شيخ. في فرق كتيره جدا كلم النادي الاهلي، مستر مارتن يقول حتى هذه اللحظه ما حسمش القصه هتعمل ايه، الفتره الجايه هتعمل ايه. صالح جمعه واحمد الشيخ موجودين ومستمرين مع النادي الاهلي، عندهم عروض، في ناس بتبعت عايزه اعارات بتتكلم، في ناس بتبعت وبتتكلم، لكن انا بقول لكم اللي مستر مارتن يقول حتى هذه اللحظه ما حسمش امر عدد كبير من اللاعبين. في بعض اللعيبه حسم امره الراجل منهم، لكن بعض اللعيبه الاخرى الراجل ما حسمش امره تماما منهم. وبالتالي الحديث عن رحيل لاعب او لاعب مش موجود، وبقول لكم الفتره الجايه تشوفوا اكتر من لاعب موجود. ماتشات 3 ماتشات الجايين هيكون مركز على مجموعه معينه، عايز يحسم الراجل درع الدوري. فالمباريات اللي هتبقى متبقله في حاله حسم لدرع الدوري مع مباريات الكاس هيظهر فيها عدد من اللعيبه اللي انتوا عايزين تشوفوه. كمان الكلام امتد لعماد متعب وجون انطوي، والكلام ده انا بقول لكم على مسؤوليتي. عماد متعب وجون انطوي هياخدوا الفتره الجايه كتير، هياخدوا كتير الفتره الجايه. والراجل اللي كان يعني في البدايه عنده رؤيه معينه لجون انطوي اتغيرت تماما، وحابب يديله فرصته الكامله. هيديله فرصته الكامله وهيشوفه بشكل كامل، وبالشكل الكامل هيقدر يحكم. وبالتالي انا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه ان جون انطوي عنده عروض كبيره، جون انطوي عنده عروض من الافريقي التونسي، عنده عروض من الدوري المصري، من فرق كبيره جدا، من منافسين، من فرق موجوده في الدوري. الكل بيتكلم معاه، ولكن مارتن يول قال مش هتكلم في حاجه دلوقتي، مش هنحسم لسه. جون انطوي هياخد معانا في الفتره الجايه، وهنأجل الكلام والحديث عن اللاعبين للمرحله دي في لغايه حسم الدوري. ففي المرحله الجايه في اخبارنا الحصريه هيبقى في بعض المعلومات المهمه اللي هنقولها معاكم. ولكن في وسط حاله الزخم دي والحديث عن كره القدم